ابو صامل متجوز جماز مسيار والدنيا تقلب عليه وخربت ام صامل كل شيء، قاعد مع رفقاته في البر وبيتونسوا بيتكلموا بينشدوا اغاني واناشيد، والدنيا رايقه وكل حاجه تمام التمام. وطبعا ناجي قاعد كل اللي فارق معاه مين هينكب لنا غدانا، احنا ايه قاعدين، طيب مين اللي هيغدينا، طب احنا بنعود امتى، وكلام بقى من ابن اخته وكلام من رفقاته. طبعا ابو سامر عارفينه بيحب السامر وبيحب القعده وبيحب الضحك والهزار. سامر عايش حياته مع الذكاء الاصطناعي، بيعمل له كل التقارير بتاعته وكل الواجبات والدنيا معاه فل وياسمين. امه قالت له ايش بتعمل، قال لها طب انا هقول لك على حاجه، انا هسال الذكاء الاصطناعي هل تعرف ام سامر ولا لا. قال له طب اساله، انشدوا عني. ولا ان هو يسال الذكاء الاصطناعي بدا يقول ان ام سامر شيخه الشيخات واحسن واحده ولبسها زين وهي مزيونه وهي، وقعد يبدع فيها ويقول فيها كلام اشعار. والكلام ده طبعا خلاها في منتهى السعاده، ومش قادره تتخيل ان هي وصلت للسعاده اللي هي فيها دي. فكان عايز طبعا يكمل في الفتح للأم اللي هي فرحانة بالذكاء الاصطناعي، وطلبت كمان إن هي ت... تكون عندها البرنامج وابنها ينزله لها. نزلها البرنامج، تسأل الذكاء الاصطناعي في كل شيء، كل حاجة عايزة تعرفها تسأله فيها، كل حاجة هي شايفة إن هي ناقصاها تسأله فيها، وحست إن كلامه صح وبيقول الكلام اللي على مزاجها واللي هي عايزاه. فرحانة بيه ومبسوطة. وهنا بقى كان لسه قاعد مع أصدقائه فرحانين بالقعدة وبالمجال ومستنيين الغدا يتحط، اللي اتأخر قوي وكانوش متعودين على كده، عارفين إن أبو سامل الأكل على طول بيبقى جاهز وبيبقى حاضر وما بيغيبش عليهم. طيب، هنا بقى صاحبة محل العطور جايبة واحدة تشتغل معاها تزود لها عملية البيع والشراء والتسويق. كانت بتقول لها زود لك المبيعات 200% واعمل لك واخلي لك الكلام ده، اللي كان مخلي طبعا واضحه متضايقه جدا وخايفه لا تمشيها. انت بتشغليها معايا؟ لا، واحده فيكم بس اللي تشتغل، انا عايزه حد يبيع، عايزه حد يزود الدخل، انا مش عايزه الدنيا تبقى بلاطه كده والدنيا واقفه خالص ومفيش شغل. هنا بقى بدأت انها تكمل الكلام معاها وتشوف ايه اللي ممكن يصير. لسه ام سامر طبعا شغاله في موضوع الذكاء الاصطناعي، وبقت تتكلم مع رفقاتها عنه وتقول لها ان هو شيء عظيم وشيء جميل وبيخلي كل حاجه زي الفل معانا. طب ايه رايك لو تسمعي، ايه رايك لو تسمعي الكلام الحلو ده؟ طبعا حاجات كتير جدا كانت بتخليها الذكاء الاصطناعي يقولها، ووصلت بيها الدرجه ان تساله على ادق التفاصيل في حياتها وهو بيجاوب. يرجع هنا ابو سامر وهو سعيد ومبسوط ويغني هو ابو محمد، ويا هلا ويا فلا ويا جلا والدنيا جميله وفل وياسمين، ومش قادرين يتخيلوا السعاده اللي هم فيهم. ابو سامر ساب ابو محمد ودخل بعد ما ساله انت دايما مراتك سايباك في الشارع كده ما بتدورش عليك. هنا بقى اتصدمت لما عرفت ان البت عايزه راتب 12000 ريال في الشهر. لا، 12000 ده انا بيع المحل كله 8000 ريال في الشهر، اديك 12؟ والله ما ده كله بيتغير لو اشتغلت. طيب لو ما بعتيش؟ ماليش دعوة. هنا بدأت تعرف أبو سامر بالذكاء الاصطناعي وتقول له على حلاوته وجماله وتسأله على حاجات تخصه برضه، لقى الكلام حلو وعاجبه. لها والله جميل جدا موضوع الذكاء الاصطناعي ده، حاجة حلوة، نزلي لي البرنامج ده أنا عايزه عندي، أنا عايز أشتغل بيه، أنا فرحان أنا سعيد. والدنيا بقت كانت ورد وفل وياسمين معاهم على الآخر، وحسوا إن الدنيا تحلو وهياكلوا سوشي في الجو بسبب الذكاء الاصطناعي واللي بيقوله لهم والحاجات الحلوة.